خرافة الوزن المثالي. اتعلمنا زمان كده انه الوزن المثالي للبنت هو طولها ناقص 110، والولد يبقى طوله ناقص 100. يعني مثلا انا لو طولي 170 يبقى انا الوزن المثالي بتاعي 65، ولو الولد مثلا طوله 170 يبقى الوزن المثالي بتاعه 70. مع الدراسات والابحاث طلعت نتائج دلوقتي، نتيجة الابحاث اللي حصلت زمان، وانه هم تابعوا مجموعات من الناس اكتشفوا انه مش ده التارجت بتاعنا، ومش ده المفروض يكون الهدف بتاعي. انا ممكن اوصل ل 65 دي اللي انا بتارجتها، بس انا تكون صحتي تعبت جدا، او ما عنديش طاقة اعمل مجهود، او ان انا اروح الشغل، او ان انا اروح الجيم، او ان انا اعمل اي مجهود، طاقتي مسحوبة. يعني وصلت للوزن المفروض على الميزان شكله كويس جدا، او ان اكون وصلت ل 65 دي بس انا الشيب بتاعي لسه مش متظبط، فانا مش هو ده التارجت بتاعي. فالمفروض وانا بخس يبقى عندي هدفين. اول حاجة ان صحتي تكون كويسة، ان انا لو سكري عالي او الكوليسترول عالي او عندي مشاكل في ظهري، ان كل ده يتظبط مع الدايت بلان. فده تارجت كويس جدا، هيفرق معايا قوي في حاجات تانية كتير، في هرموناتي وفي صحتي وفي ادائي اليومي. تاني حاجة انه الشكل يكون كويس، وان الدهون تكون نزلت، وده بيبقى فيه جزء منه دايت بلان وجزء منه مجهود اليوم. عشان كده اللي بيعمل دايت او اللي انا بتابعه وبيعمل مجهود عالي قوي سواء في شغله او بيروح الجيم او كده، بلاقي انه البروسيس بتاعته بتمشي بسرعة، انه هو بيوصل للهدف بتاعه بسرعة. يعني في ناس بتخس في الاسبوع 5 كيلو، وفي ناس بتخس في الاسبوع 2 كيلو، في ناس بتخس في الاسبوع ايا كان اللي انت بتنزله. طبعا في جزء منهم مية وفي جزء، لكن اللي اقصده انه المجهود مع الدايت بيفرق في كل حاجة. بيفرق في نزول الدهون بسرعة، لو رحت الجيم هيفرق معاك، وشلت حديد بيفرق معاك في الريشيب. عشان كده من فضلك وانت بتعمل دايت ما تركزش على الميزان خالص، ما تبصش على حد تقول له انت محتاج تخس 10 كيلو، انت محتاج تخس 20 كيلو خالص. ممكن حد محتاج يخس 10 كيلو لما ينزل 5 كيلو يكون رائع، لانه نزلهم صح، نزلهم بيرفكت بطريقة كويسة، وبيلعب رياضة وبيشد نفسه، فده نزل صح. لو نزل عن كده هيتعب وما هيبقى شكله مش كويس وهتبقى فيه مشاكل كتير. عشان كده من فضلك ركز وانت بتعمل دايت، او انت بتكلم حد وبتقوله وبتنصحه انه اعمل دايت عشان خاطر صحتك، اعمل دايت عشان انت تكون راضي عن نفسك وعن شكلك. لو محتاجين اي اسئلة اكتبولي في الكومنتات، ولو حابين ان احنا نتكلم في اي موضوع اكتبولي، واللي حابب متابعة او دايت بلان فولو اب ان احنا نتابع مع بعض يبعتلي. ميرسي ليكوا خالص.